صناعة السيارات بالمغرب شهدت سنة استثنائية تميزت بتطورات ملموسة دفعت بالقطاع نحو آفاق جديدة. مبيعات قطاع السيارات كشفت عن ارتفاع بنسبة 30.5% ليبلغ أزيد من 116 مليار درهم عندما تم أكتوبر 2023، وذلك استناداً إلى المؤشرات الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف. هذا التطور يعزى إلى تنامي مبيعات فرع التصنيع وفرع الأسلاك الكهربائية وفرع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد. من جهتها أظهرت توقعات بنك المغرب أن الصادرات سترتفع بنسبة 5.8% خلال سنة 2024، مما يعكس بالأساس مواصلة الأداء الجيد لقطاع السيارات الذي سيشهد ارتفاع مبيعاته إلى 155 مليار درهم، فضلاً عن الانتعاش المرتقب لصادرات الفوسفات ومشتقاته التي ستبلغ 84.6 مليار درهم. ويعتبر الأداء الإيجابي للقطاع برهاناً على الجهود الحثيثة لمختلف الفاعلين تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف تعزيز تنافسية صناعة السيارات الوطنية وجاذبيتها، لا سيما من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتكوين اليد العاملة المؤهلة، مما سيشجع إحداث مقاولات وخلق فرص عمل وازدهار الصادرات. إلى ذلك ينضاف عرض نموذج سيارة أول مصنع مغربي والنموذج الأولي لسيارة الهيدروجين التي طورها مغربي، وهما مشروعان مبتكران من شأنهما ترسيخ تشجيع علامة صنع في المغرب وتأكيد مكانة المملكة كمنصة تنافسية لصناعة السيارات.